هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما سلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 6 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نقدم لكم ابتداء نشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي للفنان عبد الله عبدو في أغنية سراي الباب، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعات الأسبوعي متابعة لكتاب محمد برهان حسن، والذي يلقي الضوء على تاريخ حركة تحرير إريتريا. وقبل استهلال برنامجنا معكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. إغلاق الكلية التابعة للقوات البحرية في مصوع. الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي يلتقيان الرئيس سيلفا كير في جوبا. أخيرا، الرئيس الفرنسي يدعو لإعادة النظر في فضاء شنغن. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. تفيد مصادر إذاعة أرينا بأن أوامرا صدرت بإغلاق كلية تأهيل منتسبي القوات البحرية الإريترية في مصوع، ولم يتسنى حتى الآن معرفة أسباب الإجراء أو موعد إعادة فتح الكلية التي تم إنشاؤها بواسطة دعم من الحكومة النرويجية. وحسب المصادر أيضا فإنه تم إرسال منتسبي الكلية إلى منازلهم حتى إشعار آخر. من ناحية أخرى، تؤكد نفس المصادر تخصيص معسكر قدم لتدريب وتأهيل منسوبي القوات البحرية الإريترية لاستضافة مجندي القوات البحرية الإثيوبية، والتي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي عزمه على إنشائها العام الماضي. قطع الرئيس الجنوب سوداني سيلفا كير ميارديت زيارة كان يقوم بها لولاية بحر الغزال، وعاد إلى جوبا ليستقبل الرئيس الإريتري إيسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في زيارة يبدو أنها لم تكن مخططة من قبل. وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قد صرح بأن الزيارة الهدف منها تمتين التعاون وفتح قنوات عمل جديدة بين البلدان الثلاثة، بينما لم تبدي إريتريا أي تصريحات بخصوص الزيارة. وكان الرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي قد زارا العاصمة أسمرا يوم الأحد الماضي، وتباحثا مع الرئيس الإريتري حول سبل تعزيز الأمن الإقليمي. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الاثنين الماضي وعبر رسالة وجهها عبر صحف أوروبية إلى إعادة النظر في فضاء شنغن. وقال الرئيس الفرنسي في رسالته التي تسبق موعد انتخابات البرلمان الأوروبي بأن فضاء شنغن يحمل أعضائه مسؤوليات مشتركة، ومن ضمن هذه المسؤوليات مسؤولية حماية حدود كل دولة ووضع قوانين موحدة لإجراءات قبول ورفض اللاجئين. وقال بأن ذلك يجب أن يتم ضمن مجلس أمن أوروبي مشترك يوحد حماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتوحيد قوانين اللجوء. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من باريس نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إغلاق الكلية التابعة للقوات البحرية في مصوع. الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي يلتقيان الرئيس الجنوب السوداني سيلفا كير ميارديت في جوبا. والرئيس الفرنسي يدعو لإعادة النظر في فضاء شنغن. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة في برنامج متابعات. في هذه المرة أعزائي المستمعين نتابع تاريخ حركة تحرير إريتريا، محطة من محطات مسيرة نضال الشعب الإريتري. مرحبا بكم سادتي إلى هذه الحلقة في برنامج متابعات. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع،
في إطار بحثنا عن مخارج للمشكلات التي تعانيها إريتريا سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لا بد سادتي أن نعرج إلى التاريخ حتى نأخذ منه العبر والعظة، وكذلك لتخليد الراحلين والذين قاموا بأدوار عظيمة في مسيرة حركة التحرر للشعب الإريتري. من بين تلك المحطات عزيز المستمع، وقفت قبل أيام على كتاب للمناضل الأستاذ محمد برهان حسن آدم، والذي كتب كتاب قبل مدة تحت عنوان حركة تحرير إريتريا، محطة من محطات مسيرة نضالنا الوطني، مذكرات شخصية. ولأن حركة تحرير إريتريا سادة المستمعين الناس يمرون عليها مرور الكرام في إطار حديثهم عن مسيرة النضال والكفاح للشعب الإريتري، ولأنها لا تحظى بالقدر المطلوب إلا في الكتب والدراسات التي تعنى بذلك، لكن في وسائل الإعلام غالبا ما يمرون المتحدثين مرور الكرام على تلك الحركة الهامة التي تمثل البذرة الأولى لحركة التحرر للشعب الإريتري ودعما لمسيرة نضاله الوطني. أعزائي المستمعين، كما قلت سنتحدث عن حركة تحرير إريتريا من خلال استعراض جانب من تاريخها للمناضل الأستاذ محمد برهان حسن آدم، مذكرات شخصية اطلعنا على ذلك من المكتبة الإريترية إلكترونيا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرة ثانية سادتي، باسمي وباسم كل الزملاء في إذاعة إرينا الدولية، أرحب بكم مرة ثانية في هذا البرنامج. عزيزي المستمع، لقد تم تقديم كتابة تقدمة لهذا الكتاب من أناس عديدين، منهم الأستاذ المناضل السفير الدبلوماسي محمد نور أحمد، وكذلك كان قدم تقدمة للكتاب ولدن كيل أبرهة. أنا سأخذ جانب مما ذكره الأستاذ السفير محمد نور أحمد، حيث يقول في تقدمته للكتاب: يقال إن أمة بلا تاريخ ليست أمة، وأن تاريخ دون توثيق ليس بتاريخ، ومما لا شك فيه أن لكل شعب تاريخ، وإلا فإنه شعب بلا ذاكرة. لكننا لا نعتقد أن هناك شعب بلا ذاكرة، فكثير من الشعوب لم تكتب تاريخها منذ البداية، وإنما حفظته أجيالها المتعاقبة، إلى أن جاءت أجيال نالت حظا من التعليم فجمعت ذلك التاريخ ودونته. لعل المرحلة التي يمر بها شعبنا اليوم تحمل بعض ملامح الشبه لما مرت به شعوب أخرى قبله، لأن معظم وقائع تاريخه محفوظة، وينطوي ذلك بالتأكيد على مخاطر عند الشروع في تدوينه، إذ يخشى الكتاب حينئذ من أن تسقط بعض الوقائع بفعل النسيان لطول الزمن الذي مضى عليها، فيما يحدث تحوير في البعض الآخر مع مرور الأيام، أو يتم هذا التحوير قصدا لخدمة أغراض معينة، كما سيتبين لنا في الحديث اللاحق كما يقول الأستاذ السفير محمد نور أحمد. لقد مر الشعب الإريتري بأطوار مختلفة لتشكله كشعب، وكان الكفاح المسلح منذ بداية الستينيات حتى تتويج مسيرته في مستهل العقد الأخير من القرن الماضي قد أثمر التحرير ثم الاستقلال التام. نعم، كان الكفاح المسلح هو الجيد الذي انتظم فيه عقد تكوين رغم الاختلاف الشكلي لحبات ذلك العقد، وقد أضفى هذا التباين على العقد رونقا وجمالا. وإذا كانت فترة الكفاح المسلح هي أخطر حلقة في مسيرة تطور الشعب الإريتري كشعب، إلا أن هذه الحلقة التي بلغت 30 عاما بالتمام والكمال، وأتت على عشرات الآلاف من خيرة الشباب الإريتري، ودفعت بمئات الآلاف منهم إلى ما وراء الحدود، إلى كل بقعة في العالم، قامت على أكتاف حلقة أخرى، وإن كانت قصيرة في عمر الزمن فإنها مهدت لها الطريق وسهلته، وإن لم يكن مستقيما، لتنطلق فيه إلى أهدافها النبيلة. تلك كانت حركة تحرير إريتريا التي أدخلت ولأول مرة في المجتمع الإريتري سلاح التنظيم السري في مواجهة القمع الوحشي الذي تعرضت له حركة الجماهير السلمية، فاستوعب التنظيم السري في فترة قصيرة قطاعات واسعة من الشعب
وعدة تيارات وطنية كانت تتحرك بعفوية بلا برنامج واضح أو خطة عمل مدروسة في مواجهة الاحتلال الإثيوبي. وهذه بطبيعة الحال كانت سمة البداية لكثير من الأعمال السياسية العظيمة في عصر حركة التحرر الوطني. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، نكتفي بتلك التقدمة التي قرأنا جانبا منها. وقبل أن ندخل إلى تاريخ حركة تحرير إريتريا، محطات من محطات مسيرة نضالنا الوطني والتي كتبها المناضل الأستاذ محمد برهان حسن آدم في مذكراته الشخصية، دعونا نتحدث عن نبذة قصيرة جدا عن الكاتب والمؤلف والمناضل. السيد محمد برهان حسن آدم هو من مواليد 11 من نوفمبر 1936. درس في مصر بالقاهرة ونال الشهادة الابتدائية الفصل الثامن وفق النظام التربوي القديم. أصبح عضوا في حركة تحرير إريتريا عام 1960، واعتقل لنشاطه السياسي في شهر أغسطس 1962 لمدة 3 أشهر بموجب المادة 10، ثم اعتقل للمرة الثانية في شهر أكتوبر من عام 1963، وفي يناير 1964 نقل إلى أديس أبابا العاصمة الإثيوبية مع رفاقه وأودع في السجن ألمبكا، وأفرج عنه في يناير 1965 بعد أن برأته المحكمة. عاد إلى مصر بعد 10 سنوات من مقاطعته الدراسة ليواصل من جديد دراسته، حيث نال الشهادة الثانوية في عام 1967. درس في جامعة بغداد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتخرج فيها عام 1972. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية بدرجة جيد. التحق بالثورة بعد تخرجه في نفس العام. كان مفوضا سياسيا في هيئة التدريب ورئيسا للجنة مدرسة الكادر التي أنشئت حديثا في أواخر 74، ثم أصبح عضوا في مكتب جبهة التحرير بالقاهرة 1975، وعين ممثلا لجبهة التحرير الإريترية في سوريا دمشق 1977. منذ عام 1986 وثق صلته وتعاونه مع الجبهة الشعبية، وفي عام 1988 أصبح عضوا عاملا في المنظمات الجماهيرية، ثم عضوا في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 1995. هذه هي السيرة التي وقفت عليها سادتي للكاتب المؤلف الأستاذ المناضل محمد برهان حسن آدم، الذي نستعرض من خلال كتابته تاريخ حركة تحرير إريتريا، محطة من محطات مسيرة نضالنا الوطني. مذكرات شخصية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات. نتحدث الآن سادتي المستمعين في محطات موجزة ومختصرة عن تنظيم حركة تحرير إريتريا، هكذا يسميها الكاتب. فيقول: متى ظهر هذا التنظيم؟ يقول: ظهر هذا التنظيم في أواخر الخمسينيات في ظروف كان فيها الإرهاب السياسي يخيم على البلاد، وقد اختفت الصحافة الحزبية وقمعت الحركة العمالية، وتدهورت الحالة الاقتصادية للبلاد، ومعالم الفيدرالية في طريقها إلى الزوال، وافتقدت الثقة بين الناس بفعل انتشار المباحث العامة. تدهور وضع الاقتصاد والاضطهاد السياسي الذي كان يتصاعد بزج الأحرار في السجون، هذان العاملان قد دفعا أعدادا كبيرة من السياسيين والشباب المتعلم والطبقة العاملة إلى الهجرة، متوجهة إما إلى داخل إثيوبيا أو إلى السودان. فالإريتريون الذين هاجروا إلى السودان وجدوا هناك حركة سياسية نشطة، حيث كان السودان يتمتع بأحزاب عريقة، أي عريقة المنشأ، وتيارات فكرية متنوعة كالتيارات الليبرالية والدينية والاشتراكية والشيوعية. هؤلاء الشباب
قد استلهموا من الثقافات الحزبية التي كانت سائدة في السودان في وضع البرنامج السياسي واللوائح التنظيمية لحركة تحرير إريتريا. وقد تأسس هذا التنظيم في مدينة بور سودان بتاريخ 2 نوفمبر 1958. برنامج هذا التنظيم يتضمن مقدمة قصيرة موجزة، تحديد الهدف، طبيعة التنظيم، وهيكل التنظيم. المقدمة سادتي تقول وتشير وتناقش خلفية الحياة السياسية في إريتريا والعوامل التي حالت دون تحقيق طموحات شعبنا في إنجاز الاستقلال التام، وتذكر بالأسباب الرئيسية في عدم تمكن الشعب الإريتري من نيل استقلاله، وترجعها إلى تصدع وحدة الشعب وانقساماته. ثم تواصل الإجابة على سؤال مهم، وهو ما العمل في المرحلة المقبلة، محددة الشكل التنظيمي الذي يناسب العمل السري. وأما الهدف فلخصته الرؤية: الهدف من تنظيم حركة تحرير إريتريا هو الاستقلال وإقامة جمهورية إريترية مستقلة. طبيعة التنظيم هو تنظيم سري، لأن النظام الإقطاعي الإثيوبي لا يسمح بممارسة العمل السياسي الديمقراطي بصورة علنية. وفيما يخص هيكله التنظيمي، أي التنظيم يقوم على شكل مثلث هرمي، ففي القاعدة خلايا سرية، ثم قيادة فرعية، وقيادة عليا. المهام والمراحل: في إحدى دراساته يحدد تنظيم الحركة المهام والمراحل للوصول إلى تحقيق الهدف، وقد قسمت المراحل كالآتي: 1. مرحلة التأسيس. 2. مرحلة الانتشار والتوسع. 3. مرحلة التركيز. 4. مرحلة التنفيذ. هذه إذاعة إرينا. دخول حركة تحرير إريتريا إلى أسمرا. تحت هذا العنوان الفرعي كتب المناضل الأستاذ محمد برهان حسن آدم يقول: في شهر أكتوبر من عام 1959 وصل الزميل ياسين صالح عقدة إلى أسمرا قادما من السودان، يحمل معه وثائق الحركة من برامج ولائحة بهدف نشر تنظيم الحركة، أي حركة تحرير إريتريا، والمذكور من مؤسسي الحركة في بور سودان. إلا أنه صادف في تلك الفترة وصول السيد عمر قاضي، وهو من زعماء الحركة الوطنية، إبان فرحل فترة حق تقرير المصير لإريتريا في الخمسينيات. وكان الزميل ياسين عقدة يتردد على فندق السيد عمر قاضي في أسمرا، وقد اشتبهت به المباحث العامة لنشاطه السياسي فاعتقلته. كان ذلك في شهر ديسمبر 1959، وأمضى في السجن مدة 7 أشهر، منها 6 أشهر بموجب المادة 10، وأفرج عنه في أوائل شهر أغسطس من عام 1960. كما يقول الكاتب الأستاذ محمد برهان: الزميل ياسين عقدة قبل اعتقاله كان قد ترك تلك الوثائق التي جاء بها من السودان عند الزميل عبد السلام عبد الله، وكانت هذه الوثائق خلال فترة الأشهر ال7 التي قضاها الزميل ياسين عقدة في السجن في حوزة الزميل عبد السلام عبد الله. وبعد خروجه من السجن بدأ بتجنيد كل من عبد السلام عبد الله ونور عبد الحي، ثم تم تجنيد محمد برهان حسن بواسطة نور عبد الحي. وبعد أن أصبح أعضاء الحركة 5 أشخاص، عقد أول اجتماع للخلية أي التشكيل في شهر أكتوبر 1960 الموافق 2 من ربيع الأول 1380 هجرية. والخلية كانت مكونة من الآتي: ياسين صالح عقدة، عبد السلام عبد الله، نور عبد الحي، محمد برهان حسن، سعيد ياسين نصر الدين، والسيد أحمد دين عبد القادر. ويقول الكاتب: أنا أتذكر جيدا أننا بعد انتهاء الاجتماع توجهنا مباشرة إلى مسجد الخلفاء الراشدين لمشاهدة حفل المولد النبوي الشريف، ولذا يكون أول نشاط للحركة في أسمرا في ذلك التاريخ في شهر أكتوبر عام 1960. ومن هنا سوف أحاول كما يقول الكاتب أن أبدأ باستحضار شريط الذكريات عن فترة لا تقل عن أكثر
من 50 عاما. هذا الشريط الذي استعرضه في هذا الكتاب، أي الكاتب كما يقول، هو ما ترسخ في ذهنه عن سلسلة نشاطات ساهمت عدد كبير من النشطاء السياسيين، وهو أيضا مع زملائه في نشر تنظيم حركة تحرير إريتريا. ويقول: إنني لا أستطيع التحدث عن نشاطات الحركة على مستوى الوطن، ولكن سوف أسرد عن نشاطاتنا في المناطق التي كانت تحت إشراف قيادة مركزية أسمرة. في نفس الوقت سوف أذكر كل ما له صلة بنشاط الشخصي ولو على مستوى الحركة كلها. ويقول: قد لا تسعفني الذاكرة بذكر تاريخ يوم الحدث أو الوقائع، ولكن لا بد من ذكر شهر وعام الحدث، لأنه لا معنى للحديث بدون ذكر تفاصيل شهر وسنة على الأقل. هناك إشكالية أخرى، وهي أن هذا الكتاب كما يقول لم يدعم بالوثائق التي لها صلة بنشاط تنظيم الحركة، وذلك لظروف اعتقالات الأعضاء التي واكبت منذ بدايات نشاطنا في نشر تنظيم الحركة، وقد أصبح احتفاظنا بالوثائق غير ممكن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سيداتي سادتي، يقول الكاتب: إن من يعيش في معترك الحياة السياسية كثيرا لا يحمل انطباعات لا حصر لها عندما يتحرك المرء ويحتك في نشاطه اليومي بمختلف النماذج من البشر الذين يتمتعون بروح وطنية صادقة وشجاعة وإقدام وإنكار للذات، ويرتبطون معا في أهداف سامية ومثل عليا، ويكابدون كذلك معا المعاناة ويعيشون في آلام وآمال. هذه النماذج من البشر وهم من الزملاء صورهم ونشاطهم ومواقفهم الصلبة راسخة في مخيلتي كما يقول، وأمام عيني لولا الخوف من الاستغراق في التفاصيل، وقد تكون بعض هذه التفاصيل فقدت قيمتها بالتقادم. لولا ذلك لوددت أن أسجل انطباعاتي حول تلك النماذج من البشر في هذا الكتاب، لذا رأيت أن أختصر عملي في تسجيل أبرز الأعمال التي لها أثر في بث الوعي الوطني بين الجماهير، وذلك من خلال نشاطاتنا في نشر تنظيم حركة تحرير إريتريا، حتى توقف دورها لتفسح المجال للتنظيم الذي تجاوزها ولبى متطلبات المرحلة القادمة ما بعدها، ثم أصبحت بذلك إحدى محطات مسيرة نضالنا الوطني. وبعد ذلك يتحدث عن الخلية الأولى. الخطوة الأولى يقول: عقد الاجتماع الأول للخلية بتاريخ 2 أكتوبر 1960، وكان هذا الاجتماع مخصصا لتعارف أعضاء التنظيم كخلية أولى وقراءة البرنامج واللائحة، وكان هذا البرنامج واللائحة كافيين ومستوى وعينا لاستيعابهما، ثم لننهض بواجباتنا وفي أداء دورنا في نشر تنظيم الحركة، أي حركة تحرير إريتريا. وفي الاجتماع الثاني كما يقول الكاتب الأستاذ المناضل محمد برهان حسن آدم، في الاجتماع الثاني دار نقاش حول الوسائل والسبل التي نتبعها في إقناع الأفراد لكسب أعضاء جدد. اتفق الجميع على أن يكون مدخلنا عند المناقشة لمن نريد تجنيده والتحدث معه في أوضاع اقتصاد البلد المتدهور وانتشار البطالة والفقر في البلد والهجمة الإثيوبية الشرسة التي لا زالت معالمها تتمثل في ذلك الوقت النظام الفيدرالي الذي يمثل الحد الأدنى لرمز الكيان الإريتري والإريتريين. إذا ما تجاوب الشخص المعني بتجنيده ننتقل إلى مناقشته في المسائل السياسية وإمكانية التحرك في العمل السياسي، فإذا أبدى استعداده للمشاركة في أي عمل سياسي نخبره بوجود تنظيم سري سياسي ونطلب منه الانضمام. وبهذا الأسلوب تحركنا، وفي خلال 3 أشهر تمكنا من إقامة 4 أو 5 خلايا، كنا نجند بمعدل 8 إلى 9 أشخاص في الشهر. فيما بعد ساعد عاملان في اندفاعنا لكسب مزيد من الأعضاء الجدد للتنظيم على وجه السرعة، حدثان أو عاملان مهمان. أعزائي المستمعين، سنتوقف هنا في هذه الجزئية من حديث المناضل محمد برهان حسن آدم، والذي كتب كتابه الهام جدا عن حركة تحرير إريتريا، محطة من محطات مسيرة نضالنا الوطني، مذكرات شخصية.
عزيزي المستمع، نحن نتعمد أن نقرأ هذه السير وتلك المحطة الهامة حتى ما نأخذ منها العبر ونستفيد منها في معالجة كثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والتنظيمية التي تعانيها إريتريا بعد هذه السنوات الطويلة من تاريخ الحركة والنضال والتحرر وفترة ما بعد 1991. نتوقف هنا عزيزي المستمع على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج وغيره، مع تحيات محدثكم أحمد شريف وتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام برنامجنا لهذا اليوم أعيد إليكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. إطلاق الكلية التابعة للقوات البحرية في مصوع. تفيد مصادر إذاعة إرينا بأن أوامر صدرت بإغلاق كلية تأهيل منتسبي القوات البحرية الإريترية في مصوع، ولم يتسنى حتى الآن معرفة أسباب الإجراء أو موعد إعادة فتح الكلية التي تم إنشاؤها بواسطة دعم من الحكومة النرويجية. الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي يلتقيان الرئيس سيلفا كير في جوبا. التقى كل من الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت في جوبا، وتم في اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين الدول إضافة إلى التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. أخيرا، الرئيس الفرنسي يدعو لإعادة النظر في فضاء شنغن. دعا الرئيس الفرنسي يوم الاثنين الماضي وعبر رسالة وجهها عبر صحف أوروبية إلى إعادة النظر في فضاء شنغن ووضع قوانين جديدة لحماية الحدود وقبول ورفض اللاجئين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم إلى موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.